مرحبا شباب. طبعا بالبداية نرحب بكم برنامج شباب لايف. موضوع حلقتنا اليوم عن مقاومة الإحباط. حتى نفتهم موضوع معنى مقاومة الإحباط راح نستضيف شخص لعب مقاوم للإحباط بالدرجة الأولى، فلهذا انتظرونا شوية وشوفونا. أنا اسمي غاي عبد جسام، تلميذ بصف الرابع ابتدائي. عمري 10 سنوات. أحب ريال مدريد، أحب اللاعب كريستيانو أموت عليه. أنا ووالدي رحت على السوق في المضيق، كان لحقت هي كان تجي لك مفخخة طقت علينا في محلاتنا. حسبان بالمستشفى كان ما مشى برجل الدم وقصوها. ألعب طوبة، أنا يعني أحب الطوبة بس رجل ما عندي. لا ألعب بس يعني 10 سنين. أحب ريال مدريد. أتمنى أن يكون عندي رجل اصطناعية وألعب طابة ويا الجهال. ألعب طابة بس ما عندي رجل يعني ما ركيض مو قوي. تحدى. أحب ذول الجهال الذي عندهم رجلين ويحبون رب العالمين ويشكرونه على هاي النعمة الطاهمية. يهتمون بدراستهم، عندهم هو نعمة كلش كبيرة. جسمهم كامل كل شيء ما عندهم أي شيء. أنا أمارس هذول اللي عندهم رجلين من رب العالمين وطاهم جسم، بس أنا قصت رجلي بالمفخر. أنا أحب أمارس كرة القدم. إذا ما تصدقون تعالوا وشوف شلون يلعب.
مرحبا شباب. طبعا حتى نحكي للأمانة وننطي الموضوع حقه، فصدقوني الإجابة الوحيدة للهزيمة هي الانتصار، وبالإرادة إحنا نصنع المعجزات، والعالم يفتح الطريق للشخص اللي يعرف وين رايح، ونجاحك وفشلك من صنعك أنت. وصدقوني ان الاحباط، المشكله مو بكلمه الاحباط، المشكله بالاستسلام للاحباط. حتى نعرف الاحباط شنو. الاحباط هو عباره عن مشاعر سلبيه تملي القلب والعقل عند حدود غير متوقعه، يعني تتامل شيء ويطلع عكسه. راسا بهاي اللحظه راح تجي مشاعر سلبيه بقلبك وبعقلك، بحيث بهاي اللحظه راح تستسلم للاحباط. الله سبحانه وتعالى يسمي الاحباط القنوط او اليأس. والاحباط شوف الطريقه شلون يسيطر بيها. اول شيء تصاب به توتر، تتوتر ما تعرف كل شيء تسوي، وراها تخبط، عقلك ينتابه جنون ويصير بيه جمود بعد ما تقدر كل شيء تسوي. ورا التخبط راح تعيش مرحله من الاستسلام للاحباط بشكل مباشر. يعني شفنا غيث استعمل معاناة سر النجاح بحياته، وانا اعتبره انسان ناجح، لان بكل بساطة هذا الطفل بيوم من الايام طالع هو والده واخوه واقفين قدام المحلات، طبيعي بسوق، وبلحظة من اللحظات تنفجر اللي هاي اسمها المفخخة، اللي نزل علينا بلاء، تنفجر هاي المفخخة وما يحس الا نفسه بالمستشفى. لما يوصل للرجلين قرروا الدكاترة انه يبترون رجله. ما عرف، بس قعد ثاني يوم، ورا فترة طاب الولد بس بدون رجل واحدة عنده بس، وقدر بهاي الرجل انه يصنع المستحيل. اكو واحد يقول المستحيل معناه لا يوجد حل للمشكلة بعد. استعمل هذا المنطلق ومشى بحياته وقام يلعب طاوة، مع ان الطاوة تحتاج رجلين اثنين، بس هو قام يلعب الطاوة. وانا اللي فخر انه اسميه كريستيانو العراق. انا اسميه كريستيانو العراق، احسن من كريستيانو واحسن من ميسي واحسن من كل لاعب بالعالم. يستعملوا رجليناتهم اثنين، هو يستعمل رجله الوحده ويلعب طاوة. هذا اقدر اسميه مقاوم للاحباط. هذا انسان ناجح، انسان راقي، هذا احنا نتعلم من عنده. قال الحمد لله والشكر، من فقد رجله قال الحمد لله والشكر، وقام وراح لعب طاوة. هاي الدنيا شكبرها. هذا الشخص يحمل مشاعر ومعاني وافكار ومبادئ تعلم العالم كله هذا اللي دار ما يدورنا. حتى نحط نتائج ونحط حلول لهذا اللي اسمه الاحباط. فاكو دراسات ومجربه هي حقيقيه. اول شيء تروح المكان هادئ، تسترخي وتفكر برؤيه جديده. وراها تحاول تتصل بصديق او اخ او اب او ام او اقارب، المهم شخص انت ترتاح له وهو يكون صادق وياك. تفضفض له المشاعر اللي داخلك، تفضفض له الكبت، وتتناقش انت وياه بالاسباب اللي خلتك تصاب بالاحباط. وراها توكل على الله، خلي الله طريقك سبحانه وتعالى. وراها اذا تريد تبكي ابكي، ترى البكاء حقيقه هو علاج للقلب وللضمير. وراها هدي نفسك وحاول تلقي الاسباب اللي خلتك توقع بدائره المستحيل. بعدها مارس هوايه، كتابه، قراءه، عمل ممكن انت تقدر تبدع به، بس حتى شويه تخفف الضغوط عن نفسك. وبعدين اطلع على مشاكل العالم اللي اثرت بيهم وخلتهم يعيشون الاحباط. شوف شلون قدروا يتجاوزون هاي المرحله. وبالاخير اقعد احكي لنفسك وصدقني راح تلاقي الحل. اقعد حاور ويا نفسك حتى توصل للاسباب اللي خلتك انت محبط. طبعا انا متقصد انه يطلع اليوم غيث، يعني الطفل غيث، الموهوب غيث، متقصد يطلع ويانا حتى يكون درس وعبره لنا. بالنهايه اشكركم يعني لان شفتونا وتابعتونا، وان شاء الله تكون وصلت رساله اليوم. وياكم حارث رعد من قناه الانبار الفضائيه.
برنامج شباب لايف. وبالاخير يعني احب ابسط شيء اقدر اسويه انه اطيب هوسه، يعني هو حبيبي والله العظيم. ونشوفكم حلقه جايه، وباي باي.